احنا عرفنا نستغل المساحه كويس، عرفنا احتياج الكلاينت بتاعنا ايه، وابتدينا ان احنا نوزع المساحه اللي كانت قبل المعماري واللي كانت بعد المعماري. مساء الفل. احنا كسرنا ثانيه واحده يا معلم. احنا كسرنا زي ما حضراتكم شايفين هنا الحيطه دي، كسرناها وضفنا على الريسبشن كله، خلينا القطعتين. ادي الليفنج معانا، القعده الكنبه، وادي هنا عندي ترابيزه السفره الدايننج روم زي ما انت. ادي عندي هنا ترابيزه السفره هتكون بالجزئيه دي، وهنا كانت الحيطه بتاعت البلكونه برضو كسرناها، وهنضم البلكونه شويه لان كانت مساحتها كبيره، لان احنا كده حابين نستغل المساحه وهنبني الحيطه. وطبعا الكتف معانا ده اللي موجود هنعمل بيه طرف رباط بينه وبين الحيطه بتاعت البلكونه، ونفتح الباب بتاع البلكونه بتاعنا. وفي الجزئيه دي هتبقى التي في يونت المحوريه 360. تعالى، طبعا الحيطه دي اتشالت. هنا كان في باب طبعا برضه شلناه. تعالى، كان عندي هنا في الجزئيه دي كان المطبخ كان مقفول، كسرناه وفتحناه خليناه امريكان، وهيبقى الجزء ده بتاع البار. تعالى، هنا عندي الغرفه الماستر. الكلاينت معانا هنا كان حابب ان هو يعمل بدل الغرفه الماستر عباره عن الغرفه الباب بتاع ثانيه واحده، الباب بتاع البلكونه. تمام، وعندي الغرفه الماستر موجوده بالشكل ده، وهنا كان الحمام. عملنا تعديل معماري وابتدينا نشوف احتياج الكلاينت بتاعنا عامله ازاي، عدد الافراد، الاستخدام الشخصي بتاعه عامل ازاي، لان انا وظيفتي كمهندس ديكور بفصل الشقه على احتياج الكلاينت اللي هيعيش فيها. مش بنعمل الشغل المعتاد ولا بنعمل الشغل العادي، احنا الحمد لله وبفضل الله بنعمل الشغل اللي الكلاينت عايزه. فلما بيدور على شركه تشطيبات او شركه او مهندس ديكور، مهندس الديكور المتخصص هو اللي بيعرف يوزع المساحه المطلوبه على حسب اختيار وعلى حسب الاحتياج بتاع الكلاينت بتاعنا. دي شغلنا وده مجالنا، ان احنا بنفصلها. ما بنعملش الشغل اللي زي شغل المقاولات اللي هو بنشطب اي تشطيب وزي اي الشقق اللي بتتشطب، ان احنا هدفنا بس ان احنا نعمل شويه النقاشه، شويه الابواب، شويه الكهرباء، السباكه والكلام ده، وكده خلصنا. احنا ما بنعملش كده. بدايتنا من بدايه التعديل المعماري، عارفين الحيطه اللي احنا كسرناها دي مكسرينها ليه وايه الهدف منها بعد كده. تمام، فاحنا كسرنا الحيطه بتاعت البلكونه وهنضيفها شويه على البلكونه، لان البلكونه زي ما حضراتكم شايفين مساحتها كبيره. فابتدينا ان احنا نسيب قيمه المساحه بتاعه البلكونه ومنها الكرسيين، وبعد كده ضفنا المساحه دي على الغرفتين. هنا هتكون غرفتين، غرفه للولد وغرفه للبنت. هنا كان في الحيطه بتاعه الحمام بتاع الضيوف اتكسرت واتضافت معانا الشباك. تعالى كده هات الشباك، وبقى معايا هنا غرفه الولد وغرفه البنت. وهنا طبعا هيكون في هنا كده بالظبط هتكون في حيطه قاسمه بين الغرفتين. كده احنا عرفنا نستغل المساحه كويس، عرفنا احتياج الكلاينت بتاعنا ايه، وابتدينا ان احنا نوزع المساحه بتاعتنا بناء على المساحه اللي كانت قبل المعماري واللي كانت بعد المعماري. وطبعا الكلام ده كله ما بيمشيش كده وخلاص، بيمشي ببلان زي ما هو واضح هنا. تمام كده، هنا كده ادي عندي البلان. في الاول كان شكله بالشكل ده، بعد كده التعديلات المعماريه عند الحوائط اللي معموله بالطوب الاحمر هي اللي احنا كسرناها وعملنا عليها علامه اكس زي ما هو واضح بالشكل ده. وبعد كده عندي بعد التعديلات المعماريه عندي بالشكل ده. تمام، بعد كده وزعنا الفرش بتاعنا بالشكل ده. اذا ادي عندي الغرفه موجوده بالشكل ده، ضفنا البلكونه صغرناها وخلينا الغرفه الاولى بتوزيعات الفرش بتاعتها، الدولاب والسرير والكومود، وادي الباب بتاعنا، والاوضه الثانيه نفس الكلام وبالشكل ده. بعد كده طبعا البلان بتاع توزيع الارضيه بتاعتنا، هنا السيراميك الباركيه وهنا البورسلين. دي الاعمال بتاعتنا. احنا لما بنشتغل في تعديلات معماريه مهم جدا طبعا ان احنا بنرفع مقاساتنا، بنبتدي ان احنا نشوف المقاسات بتاعتنا عامله ازاي، الحيطان اللي هنشيلها والحيطان اللي هنبنيها. دي الاعمال اللي تمت النهارده، وكان مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي من شركه ديكوريتيف. شكرا.